السلام عليكم، واخيرا النهارده الحلقه الاولى من سلسله من الصفر، السلسله اللي حب الى قلبي والسلسله الافضل والاقوى في تاريخ القناه. ودي المره الثانيه يعملوا فيها سلسله من الصفر بعد نجاح السلسله الماضيه بتاعت اي فوتبول 2025. والحلقه الاولى من سلسله من الصفر اللي عدت كل المشاهدات، عملنا 18 حلقه، واعلى فيديو فيوز في تاريخ القناه هو الحلقه الاولى، وتاني اعلى فيديو الحلقه العاشره. الحلقه الاولى جابت 17,000 ونص مشاهده وجابت 484 لايك، فحط لايك وحط سبسكرايب ويلا بينا نبدا. فمبدئيا كده يا شباب، اول ما فتحنا الحساب يعني بيقول لي اختار دوله، فانا اختار هنا دولة العراق عشان موضوع الاعلانات هيفيدنا جدا في حساب من الصفر. اكتر حاجة هيفيدنا في حساب من الصفر العراق، منتخب العراق. تحية لكل اخواتنا اللي في العراق، طبعا انا موافق على العراق. تعال اختار، والتاريخ بقى نعمله اي حاجة. يعني لازم يكون اقل من 1000 اقل من 2000 عشان يجيلك اعلانين. لو اكتر من 2000 هيجيلك اعلان واحد بس عشان السن بيفرق في الحاجات دي. تعال نجربها كده، تعال نجربها كده. فروم زيرو تو جود، ورسميا قبلت لما عملنا التي والاسمول، فزي الفل. يعني اسمنا فروم زيرو تو جود، وعندنا 28 ميجا. تعالى نحملهم بقى ونرجع له. فاول ما نفتح اللعبه كده يقول لنا شوط ضربه الجزاء من ميسي، فهنشوطها في زاويه ميسي المفضله. دي زاويه ميسي المفضله كده كده، هي ميسي كده كده هيحطها. هما كده كده بيسيبوا اللاعب يحطها، وكده نبقوا دخلنا اللعبة رسميا. وده جرافيك هو نفس اللي كان بيحصل في النسخة اللي فاتت، ولكن هم مغيرين اللبس المرة دي. ويلكم تو اي فوتبول 2026. والمرة دي في كاس، المرة دي في كاس مختلف. المرة اللي فاتت ما كانش في كاس، زي الفل يعني، حاجة جامدة جدا. فأول ما فتحنا اللعبة كده قال لنا ويلكم تو اي فوتبول، يعني هنختار الدولة. تعال نختار برشلونة، انا اختار الفريق برشلونة عادي جدا. فعادي جدا برشلونة. هاخد 10,000 جي بي. هناخد يعني ايه ده غيروا اللعيبه هنا، حطوا انسو فرنانديز وحطوا فان دايك وحطوا كيليان امبابي، يعني شالوا فودن. حلو قوي، حلو قوي والله. والنسخه دي متغيره. هناخد هنا 1000 جي بي. بيقول لي اعمل الستيب التانية. تعالى كده ندخل على الباكجات وندخل على مين غيره. ليو معزاوي تيرن الميسي. تعالى كده نستلم ميسي والفتحه الجامده. وريني بقى الفتحه الجامده قوي، الفتحه الجامده جدا. بسم الله. هيجيلنا البلاك، الكورة البلاك. شو تايم، شو تايم، نعم شو تايم. وهيجيلنا هنا الداخل الميسي الليو الدخلة الجامدة جدا. عندنا هنا باكج اعلانات، يعني تعال نشاهد اعلان ونسمع ونفتح الباكج. كل شويه يجيلي الرسائل دي، كل ما اخش على الاعلان زي ما انتم شايفين كده، كل مره بيجيلي الرساله بتاعت الكود دي، مش عارف ليه الصراحه. فبيقول لي خش على الماي تيم. تعال ندخل الاسطوره ليونيل ميسي. تعال نحطه كده. ويعني مش مهم قوي صراحه الحاجات دي. بيقول لي خش على سكيل اب، والسكيل اب ضافوا الكسندر ارنولد الجديد. الكسندر ارنولد ده جديد. فتعالى نستلم ميسي وكريستيانو والكسندر ارنولد. فانا خلصت كل حاجات السكيل اب. تعالى بقى كده نستلم كل حاجات السكيل اب اللي احنا خدناها. وتعالى نستلم كده. لو معانا 100 كوين وخدنا الكسندر ارنولد. الاعلانات يا جدعان مش هتشتغل عشان قلت لكم، عشان انا فاتح من ناسخ مش عارف والله هنعمل ايه. حتى الكوينز اللي انا مش عارف ناخدها، يعني حاجه يعني مشكله كبيره جدا الصراحه. نخش كده في هنا هاري كين وكامافينجا وشويه حاجات حلوه. خش على رفع المستوى وندخل كده نستلم كله. يعني تعال نستلم كله، هاري كين وكامافينجا. لا استلمنا كامافينجا رسميا كده، ورسميا نستلم كده الهاري كين. على فكره يا جدعان الحدث ده يعني اللي هو رفع المستوى ده انا خدت منه نقاط تدريب كتير جدا، خدت منه نقاط تدريب كتير جدا الصراحه. مش عارف الصراحه الباقي مش هيتفتحوا ليه، ولكن يعني مش عارف ليه الصراحه، مش عارف التاني مش هيتفتحوا ليه، ولكن ماشي يعني عادي جدا. يعني معانا هنا بقى في فتحتين ده على باكج اعلانات. طب تعالى محاوله كمان، تعالى محاوله كمان كده على باكج اعلانات. باكج اعلانات اتفتح اخيرا، وجالنا عمر مرموش. جالنا العمر مرموش اخيرا، يعني باكج اعلانات اتفتح. فتعالى كده نفتح الفتحه التانية باكج. بسم الله الرحمن الرحيم. رسميا باكج الاعلانات. هل ممكن يجيلنا كرة سودا؟ عايزين كرة سودا ولا اي حاجة. لاعب ار ام اف، لاعب ملوش اي 60 لازمة، لاعب نجمة واحدة. تعالى طيب نروح نستلم. ممكن يجيلنا فتحة على راؤول 50 كوين في اللي هي الاعلانات اللي فوق دي. يعني تعالى يعني بص، هنستلم كل ده، نشاهد الاعلانين وارجع لكم تاني واوريكم جالي ايه. يعني يا شباب يعني جالي 50 كوين من اول اعلان، وثاني اعلان جالي اللي هي
1000 بطاقة من عم 10000. ولكن في مشكلة هنا، مش هنعرف نستلم ال10 كوينز اللي هي اليومية، عشان في الناسخ دايما بيظهر دي، ما ينفعش تشحن في الناسخ، وال10 كوين دايما بتكون مكان الشحن. فزي الفل. تعالى بقى ندخل اللعيبة التشكيلة. تقول لي 150 كوين هتعمل بيهم ايه؟ اقولك مش هعمل بيهم حاجة. يعني نعمل ايه؟ يعني بص، هنظبط التشكيلة دي وهندخل لعيبة. يعني زي ما شايفين كده يا شباب، يعني دي بقت تشكيلتنا. يعني كامافينجا، الكسندر ارنولد، ميسي، هاري كين. وصراحة يعني مفيش حاجات كتير في الاسبوع الاول من التحديث. ولكن يعني معانا عقد ترشيح. عقد الترشيح ده يعني هنجيب بمين؟ يعني صراحة يعني عايز اجيب رودري. انا عايز اجيب رودري، هيكون ممتاز جدا الصراحة. ممكن بعد الترشيح التاني مثلا ممكن نجيب ايدر ميليتاو، ولكن دلوقتي يا جدعان نجيب رودري. لاعب ماكسو 101، لاعب جامد جدا الصراحة. ويلكم يا عم رودري، نورت التشكيلة. وهندخل رودري هنا، ندخله مكان اي حد وهننزله مكان كاسايدو، عشان كده نص الملعب اكتمل والتشكيلة يعني كويسة. يعني في احداث بقى ما لعبناش الاحداث اصلا. يعني عندك احداث الاوفلاين ما لعبناهاش، والاحداث الاوفلاين يعني الاوفلاين اونلاين. فهنلعب الاوفلاين، هنلعب اللي هو حدث الفتحة المجانية ده. هنلعبه، وهنلعب الحدث ده لحد ما نجيب ال50 كوين. وبعد كده هنروح نلعب حدث الانليمتد مع بعض، عشان بعد كده هحاول اوصل اي فوتبول ليج ديفيجن عالي، عشان اسكو يا جدعان لازم نجيب اسكو. ولكن قلت لكم مفيش حاجات كتير، فاحنا هنحوش الكوين. لو احنا خدناها الكوينز اللي احنا هناخدها هنحوشها لحد الاسبوع الجاي. لو مفيش حاجه الاسبوع الجاي هنفضل نحوشها، فزي الفل. يلا بينا نلعب احداث. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما خلصت معظم الاحداث، ما عدا حدث الستارتر الساعه ما خلصتوش، ما عرفتش اخد عدد الترشيح يعني بسبب يعني ان التشكيله ضعيفه ومش عارف العب خالص بالتشكيله ضعيفه. فانا جايين بقى نطور التشكيله وجايين نحط اللمسه الاخيره يعني في الحلقه الاولى يعني. ووصلنا كمان لليوم التاني. فتعالى كده، تعالى خدنا حاجات كتير وخدنا روبن اموريم. فتعالى قبل كل شيء، تعالى طيب نشوط ضربه الجزاء. جبت لكمش تقريبا وانا شوطها في اليوم الاول تقريبا يعني. فزي الفل. وطبعا خدنا انزو فرنانديز وخدنا شويه حاجات. فتعالى كده نحطها كده على اليمين، على الشمال نحطها كده على الشمال يعني مش مهم. وزي الفل يعني. والحلقه الجايه هناخد ان شاء الله ايدن هازارد يا جدعان، هيكون ممتاز جدا. وفي الديلي جيم بوكس يعني عندنا برضو ريكارد، برضه هيكون في عندنا فتحة على الرؤول، او ممكن نشوف فتحتين. هنشوف برضه حلقة قادمة. فتعالى بقى موضوع الاعلانات زي ما قلت لكم. ولكن تعالى تستلم كل ده. هناخد هنا مين؟ هناخد هنا انزو فرنانديز ورسميا، واكسير كيزي ودايجو دالوت، وخدنا روبن اموريم. ومعانا 150 كوين عادي جدا، وما عندناش الاحداث الانليمتد. فتعالى بقى نشاهد الاعلان. موضوع الاعلانات اللي هي بكوينز 10 كوينز مش عارف استلمها، لان الناسخ يا جدعان مش بيشغل الاعلانات اللي جوه ال10 كوينز دي، عشان ما ينفعش تشحن جوه الناس. فانت مش هتعرف تخش جوه بتاعه الشحن عشان تاخد ال10 كوين بتاع الاعلانات. فتعالى نتفرج على الاعلانات دي. اعلانات خدنا 10000 لون التدريب عادي جدا يعني. تعالى بقى ندخل كده على رفع المستوى. دخلنا كده على المهام، هنلاقي هنا في بتاع 20000 جي بي. يعني عايزين بقى نستلم الحاجات اللي في فوتبول ليج دول يعني. وخدنا نقطتين تدريب، احنا نقط التدريب مهمة جدا. وفي هنا بقى في رفع المستوى يعني عايزين ناخد جفارديو. تعالى بقى نستلم كل ده كده. وزي الفل هاري كين. البتاع ده على فكرة يا جدعان تقريبا رفع المستوى ده اعطيني تدريب بالهبل يعني. انت هتشوف اهو هيجيب لك تدريب كتير جدا، 10 نقاط تدريب. فالبتاع ده جامد جدا. وخدنا برضو بتاع الجفارديول، خدناهم كلهم. تعال نستلم كل دول. الموضوع جامد جدا الصراحة. 5 نقاط تدريب وجفارديول، غير كل ما توصل كده هتلاقيهم كتير جدا، هتلاقي نقاط تدريب كتير جدا يعني. وخدنا هنا 12 بطاقة ام 10000 يعني جامدة جدا. وتعالى بقى على اللي بعده، ندخل على اللي بعده. تعال نستلم كل ده كده. مش عارف لازم نوصل 5 لعيبة ليفل ماكس عشان ناخد ال50 كوين ونفتح الباقي. فاحنا اكيد هنوصل لعيبة ليفل ماكس. تعالى بس ندخل كده على الباكات يعني. قبل باكج الاعلانات اللي هندفعها كده في فتحة مجانية على باكج الانتقالات. لو جالنا منها هويسن، شيركي، دي بروين هيكون جامد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده فتحة مجانية على باكج الاعلانات، باكج هويسن، باكج انتقالات. بسم الله. هو بيبان اصلا. بسم الله. لابس ايه ده؟ ايه ده؟ 83. ده أليكس باين نفس اللي جالي على السير الاساسي. وتقريبا هو لاعب كويس، ويلكم يا عم. أليكس باينة بيوصل 100 مع روبن اموريم. هو أليكس باينة.
فجامد جدا. تعالى بقى نفتح باكج الاعلانات النهارده. بسم الله. يا باكج الاعلانات ده انا جالي منه ايروين. بسم الله. هيجيلنا مين؟ لازم كرة بلاك، لازم كرة بلاك. ده جالنا لاعب نجمة واحدة، يعمل لها سكيب. جالنا لاعب 62. يلا بينا على الفتحة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتحة التانية على باكج الاعلانات. هيطلع لنا مين؟ ولا اي حاجة. RMF يعني لاعب ملوش لازمة. جالنا برضو عمر مرموش من الباكج ده. فتعالى كده نبص يعني التشكيلة بتاعتنا وصلت لفين، يعني وهل بقى فيها لعيبة جامدة ولا لا. يعني قلت لكم الحلقة الجاية هيبقى معانا كوينز، اما بخصوص ان هنفتح على باكجات لا طبعا مش هنفتح على اي باكجات. فتعالى كده ندخل اليكس باينا، حطه كان اي حد كده وننزله مكان فيدريكو فالفيردي، هيكون جامد جدا الصراحه. حط برضو اللعيبه اللي على الدكه دي، نحط مثلا زيركزي، ونحط ديجو دالوت، نحط برضو انزو، هيكون مفيد برضو تقريبا على الدكه، هيكون مفيد برضو. وهنحط جفارديول في التشكيله الاساسيه كده. احنا كده محتاجين مدافعين، وغالبا هناخد باستوني وهناخد ادير ميليتاو وهنحطهم. وتعالى بقى نطور اهم اللعيبه، ولكن تعالى ماشي، تعالى نطور كده. تعالى نطور رودري. هنطور رودري هيكمل معانا في السلسلة كتير جدا. يعني رودري بيوصل معانا 101. يعني تعالى نطور برضو تعالى نطور كل اللعيبة. ليه ما نطورش كل اللعيبة مثلا؟ ليه ما نطورش كل اللعيبة؟ نطور أليكس باينا كده، وخدنا كوين زي ما انتوا شايفين كده فوق. يعني أليكس باينا 95 هنا. وتعالى نطور ترينت ألكسندر أرنولد، خد 7. هنقدر نطور كل اللعيبة الجامدة على فكرة، هنقدر نطور كل اللعيبة الجامدة. واحنا اصلا هناخد نقاط تدريب كتير لما نخلص رفع المستوى. تعالى كده نطور جوسك جفارديول، هيتبقى معانا 10. هنطور بيهم كامافينجا كده ب7 نقاط تدريب. وتعالى بقى نحط المدرب كده روبن اموريم زي ما انتم شايفين كده. والتشكيله لازم نغير اسلوب اللعب ونخليه اوت وايد. على فكره انا جربت الاسلوب ده جامد جدا، ممكن برضه هننزل فيديو على روبن اموريم. زي ما انتم شايفين كده، مرموش 99، هاري كين، كل لعيبه جامده جدا. حساب قوي كده يعني، وحساب كده بقى جامد جدا. تعالى بقى ندخل على رفع المستوى. رفع المستوى انا هناخد فيه حاجات كتير. وتعالى بقى نستلم كل ده. وزي ما انتم شايفين كده بقى معانا رسميا 200 كوينز. ده غير ان فيه 150 كوينز في الحديث حاليا، يعني بتاع 350 كوينز كده. وخدنا نقاط تدريب كتير جدا. ولو رحنا كده على اللي بعده، لا ما اتفتحتش الباقي، ما اتفتحش مش عارف ليه. عشان لسه فاضل مخلصتش حاجة هنا. ودي اللي انت تشتري جيبي من تشتري حاجة من جي بي الشوب عادي، ممكن نشتريها جدا. يعني انا معانا جي بي كتير جدا. تعالى مثلا نشتري بطاقة 10,000، ورسميا ختمنا رفع المستوى اللي هو الرقم 4، رقم 3 مش رقم 4. تعالى بقى نستلم كده كل ده كده. يعني استلمنا هنا 10 نقاط تدريب. يا جدعان التدريب هنا زي ما قلت لكم كتير جدا. وزي ما انتم شايفين كده هنستلم واحدة بس، او اللي كتير جدا استلمنا واحدة بس. وهنا بقى 8. تعالى بقى نستلم كل اللي هنا ده. وهناخد كام بقى؟ هناخد 5 نقاط 10,000. وهنستلم كام في كله؟ استلمنا 2. هنا بقى بيقولك درب لاعب، وحط وغير البروفايل، واعمل سكيل تريننج. فهي حاجات يعني عادية جدا، فمش مهم. يعني زي ما انتم شايفين كده احنا معانا جي بي كتير جدا. يعني معانا جي بي كتير جدا. ولكن يعني انا الصراحة هنطور الاسطورة جان ويلجي دوناروما. الصراحة مفيش حارس، حتى مفيش حارس في اي حتة. هو مفيش حارس في اي حتة. تعالى كده نطور الجانويلجي دوناروما ماكس، ويوصل معانا تقريبا 97. رسميا بيوصل معانا 97. وزي ما انتم شايفين كده التشكيلة بقت جامدة جدا. لو معانا بوستر نضيفه لميسي. معانا بوستر؟ للاسف معناش بوستر. فزي الفل يعني معانا 200 كوين والتشكيله بقت جامده جدا. طبعا مش هصرف اي كوين زي ما انتم شايفين كده، يعني مش هصرف اي كوينز. ولكن عايز اشوف يعني طاقات مرموش. يعني طاقته حلوه الصراحه، طاقته حلوه بالذات اكسلريشن والار2. يا جدعان الارتو عنده جامد قوي. الارتو عنده مرموش 93، يعني جامد جدا. زي ما عشان كده التشكيله بقت جامده جدا. فهنلعب ماتش واحد بس في حدث الانليميتد، مش هنصرف اي كوينز، والتشكيله بقت جامده جدا زي ما قلت لكم. فزي الفل يعني. يلا بينا على اول ماتش معانا في حلقه من الصفر 2026. معانا هنا خصم بقى. اول ماتش خصم 3175، تشكيلته جامده جدا. ماشي تعال.
زي الفل يا شباب. انا بالتشكيله دي بكل اسم قدامكم دي جفارديول واقع شويه. تشكيله الخصم جامده جدا، معاه رومانيجا ومعاه دافيد فيا ومعاه ليونيل ميسي. تشكيلته الصراحه جامده جدا، فزي الفل يعني يا شباب. يلا بينا على الماتش. تمشي كوره ملعوبه نيمار، طبعا الدفاع مش متطور، نسيت اطور الدفاع وخطيره نيمار حلوه قوي من تصدي دوناروما ده. تمشي كامافينجا مرموش، اديها ستانين مرموش خارج الميدان. ازاي الكرة دي ما جاتش؟ ازاي يعني؟ كورة ماشية رومانيجا، كورة والدفاع طبعا في مهب الريح، ورومانيجا والهدف. الهدف الأول عن طريق هاينز رومانيجا. تمشي ميسي هاري كين، يلا مفيهاش حاجة مفيهاش حاجة، ميسي يكون الحمد لله. ميسي بيمينه بيتعادل لنا، يعني تعادل يا جدعان جامد جدا الحمد لله. تمشي نيمار وجول، نيمار يسجل الهدف التاني. يعني زي الفل يا عم نيمار، زي الفل يا عم نيمار. يمشي هاري كين مرموش، هاري لمرموش، لهاري مرموش، حطها لبينا أليكس بينا مرموش مرموش ومازال مرموش مرموش مرموش، والدفاع ومازال مقطوعة. ميسي يلا ميسي، ميسي أكيد جون. يا نهار أبيض يا جدعان في العارضة، ازاي طيب؟ ده ميسي جوه الجون، ازاي ضيعها؟ ازاي يا ميسي؟ تمشي يلا مرموش، خصم واقف ما بيلعبش مش مهم. يلا هاري كين وجول. يلا مش مهم مش مهم، انت تشكيلتك جامده جدا، تعادلنا زي الفل يعني. تمشي بنوايت، طلعت الحارس بالغلط طلعت الحارس بالغلط طلعت الحارس بالغلط، دافيد فيا وجول. يا جدعان والله طلعت الحارس بالغلط، دكيت على زرار الماتش اب فوق، طلعت الحارس بالغلط. تمشي هاري كين والحارس. الماتش ده غريب، الماتش ده غريب والله. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، بننتهي اول مباراة لينا خسارة 3-2. يا جدعان احنا احسن منه في الماتش بالنسبة لتشكيلته، احنا احسن منه، احنا عاملين ماتش جامد جدا، مضيعين فرص كتير سواء كرة في العارضة او مرموش او هاري كين. عنده دافيد فيا مان اوف ذا ماتش، عندنا احنا هاري كين يعني الصراحة ضيعنا فرص كتير الصراحة يعني. واليكس بقينا على فكرة كويس جدا، وان شاء الله هتلاقوا فيديو بكرة ان شاء الله عن ايدن هازارد وروبن اموريم، اني معرفتش اخده يوم التلات الصراحة. وهناخد هنا فتحة مجانية باكج البارتنر اللي هو بتاع نيكولا باريلا والناس دي. فاحنا لو جالنا باستوني الباكج ده هيكون ممتاز جدا الصراحه. ان احنا محتاجين قلب دفاع يزق معانا شويه. الحلقه الجايه ان شاء الله هنجيب ايدر ميليتاو. تعالى بقى نستلم كده الفتحه المجانيه دي. زي ما قلت لكم بكره ان شاء الله يوم الاربع فيديو ايدن هازارد نازل ان شاء الله. فيديو يوم الاربع يكون ايدن هازارد وروبن اموريم، ما يتاخرش عشان انا قاطع جدا في الحبه الاخر دول. يعني قاطع بسبب ان يعني مش جايب بالي افكار كتير، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم لسه فاتحه مجانيه. عايز كل واحد عمل لايك وعمل سبسكرايب. لو جالنا بستون هيكون حاجه جامده جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هيجيلنا ايه؟ ار ام. مين ار ام؟ دوم فريس دوم فريس زي الفل يا رجاله، جالنا دوم فريس. تشكيله اصلا الدخله بتاعت الريال جامده جدا، فزي الفل يعني تقريبا كده. مش عايزين حاجه تانية ولا في ايه تاني؟ في هنا المهام، يعني المهام الصراحه بتاعت ستارت اب دي المفروض كان يتحط فيها كوينز، ولكن ما فيهاش كوينز. زي ما قلت لكم هيكون معانا كوينز، ولكن 10 كوينز بتاعت اللي هي الاعلانات مش هنعرف ناخدها، ولكن هنعرف ناخد الاربع اعلانات التانيين اللي هم اعلان بتاع باكج ايروين وريكوستا، واعلان اللي هم بيدونا في الهدايا اللي ممكن يدونا فتحه على العقول، ممكن يدونا الحاجات التانية. فعموما بس كده يعني. تعالى نطلع دومفريز فوق، 4 لعيبه هيلات على الدكه. محتاجين نحسن الدفاع، محتاجين نحسن الدفاع يا جدعان. طب احنا كان ممكن نعمل حاجه في الدفاع. يعني احنا تقريبا معانا عقد ترشيح 4 نجوم نقدر نستفاد منه. طب ما تيجي نجيب قلب دفاع. طب ما ريتنا عملنا كده يا جدعان. ان زي ما انتوا شفتوا في الديفيجن يعني مكناش عارفين نلعبه خالص في الدفاع، الدفاع كان سيء جدا. يعني تعالى نجيب اي لاعب كده من الدوري البرازيلي او الدوري الياباني. تعالى مثلا وليكن الدوري البرازيلي، تعالى نجيب منه كده اي لاعب، اي لاعب عادي يعني مش مهم. نجيب كاكا، ده كاكا بس بالسي او ساسا يعني عادي جدا مش مهم. يعني دي كانت حلقة من الصفر النهاردة. تعالى بس ندخله معانا التشكيلة. يعني طورنا الفريق تطوير اسطوري الصراحة، ولكن مقارنة بإي فوتبول 2004 2025 يعني الصراحة كان فريقنا كان جامد جدا. يعني فريقنا كان جامد جدا. يعني ارجع برضه شوف الحلقة يعني
التشكيله كانت جامده جدا ساعتها الصراحه. يعني بس كده ده كان الحلقه دي. ان شاء الله الحلقه الجايه تكون اسطوريه وجامده جدا، وان شاء الله السلسله دي تكون اسطوريه وكسر كل الارقام. الفيديو ده لازم يوصل اكبر عدد من اللايكات، مش هقول لكم عدد معين، لازم الفيديو ده يوصل اكبر عدد من اللايكات، يوصل اكبر عدد من المشتركين، يوصل اكبر عدد من المشاهدات. فبس كده يا رجاله، ده كان فيديو النهارده، حلقه من سلسله من الصفر. لا تنسى تحط لايك، حط سبسكرايب، اول ما انت تشوفني عشان تستنى على النبي. رابط كل حاجه هتلاقيها في البايو، هتلاقيها في الوصف. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.